مشكلة نياقر بعربيش قسبكين. إذا تحدثنا بالعربية ما في مشكلة. جزء كبير من شعبنا درسوا في المدارس العربية ويتقنون العربية ويستعملون العربية، وهذا لا ينقص من كرديتهم أنا برأيي نهائيا، لكن هذا ظرف حاصل لأحوالنا نحن الكرد. يعني نحن لسنين طويلة بعد الحرب العالمية الثانية، سواء كان في كردستان باشور أو كردستان الروجاوا، كنا يعني غصبا علينا ندرس في المدارس العربية، فماذا نفعل؟ يعني هذا أمر واقع. لكن كوننا نتحدث بالعربية وبطلاقة، الكرد يتحدث العربية عادة بطلاقة ويستبحر فيها، وحتى هناك شعراء عظام عرب من أصل كردي نتيجة لظروفنا. يعني هذا لا ينقص من كفر، نحن لم نفقد كرديتنا، لازلنا كردا وكردا قوميين يعني. نعم، لذلك اخترت أن تكون الحلقة باللغة العربية، كون خاصة في عموم سوريا يوجد ملايين الكرد ممن فقدوا لغتهم الكردية يتحدثون العربية. الكلام بشكل خاص يكون موجه لهم. اليوم ضيفي هو الباحث والمتخصص باللغة البهلوية الكردية الأستاذ مشتاق الساياخان، فمرحبا بك. مرحب بك وبجمهورنا العزيز الموجود. ما مشتاق، ما هي أهمية اللغة الكردية لحاضر ومستقبل الكرد؟ عادة اللغة تكون هوية الشخص، الهوية الأولى التي يتميز بها الشخص ليتميز عن باقي الأشخاص، باقي الناس، هي لغته. وعادة تحدد القومية على أساس اللغة التي يتكلمها الشعب. ففي حالتنا اللغة الكردية هي رمز مهم بل أساسي لوجودنا وكينونتنا القومية الكردية. فعندما نقول كردي فإنه شخص يتحدث بإحدى اللهجات الكردية، سواء كان في الشرق، في الغرب، في الشمال، في الجنوب، فطالما يتحدث بلهجة كردية وهي لغته الأم، حتى لو تحدث خارجا بلغة أخرى فهو كردي. وكذلك يتحدد هويتنا باعتراف الشخص نفسه بهويته. هناك كرد كثيرون لا يتكلمون الكردية ولا يعرفونها نهائيا، لكن لا زالوا أيضا معترفين بهويتهم الكردية، ولا زالوا يحملون الألقاب العشائرية القبلية الكردية مع أسمائهم. هؤلاء كرد أيضا، وهم أخوتنا وبني جلدتنا، حتى لو تحدثوا لغة أخرى نتيجة للظروف السياسية المربكة. نحن لسنا شعبا عاديا يمر بظروف عادية، نحن شعب لدينا ظروف خاصة بنا، وهو أنه لا نمتلك دولة ولا نمتلك مؤسسات. فلهذا لا يجوز شخص إذا شوية ما تكلم كردي نتبرأ منه، لكن في نفس الوقت نقول لإخوتنا الكرد ممن لا يتحدثون، لا يستطيعون التحدث بالكردية، حاولوا أن تتعلموا لغتكم، فهي لغة جميلة وهي لغة معبرة وهي لغة أرقى أنواع الشعر. فلو فقط عن طريق الأشعار، لو درسوا، لو قرأوا أشعار شعرائنا العظام، ولو استمعوا إلى أغانينا الجميلة، لقليلا قليلا ابتدأوا بفهم اللغة الكردية، لأن ذلك في دمهم. يعني الكردي اللي ما يتحدث الكردية لكنه كردي ويعتز بكرديته سيكون عنده دافع كبير لتعلم اللغة الكردية، وهذا الدافع سيدفعه لأن يتعلم الكردية بسرعة هائلة. أنا أعرف أشخاص لم يتكلموا الكردية في حياتهم، كانوا في أوروبا مثلا، ولكنهم أثناء وفي سن المراهقة بعد أن اكتشفوا هويتهم الكردية أصروا على تعلم الكردية بلهجتهم المحلية، وتعلموا الكردية خلال شهور.
فاللغة الكردية ومعرفة كيفية التعبير والتحدث بها دليل رئيسي على وجودك، على هويتك أيها الكردي. ونحن شعب. نعم تفضل. لا تفضل حضرتك. ماذا تقول بالنسبة للكردي الذي يشعر، الكردي الناطق بالكردية الذي يشعر بالدونية من لغته ويعتبر أن لغة الشعوب المحيطة به أو المحتلة لكردستان هي أقوى من لغته الكردية؟ هذه كارثة في الحقيقة، وهي عبء هذه الكارثة لا يقع برأيي أنا على المواطن الكردي البسيط، وإنما يقع على أكاديميين ولغويين وأصحاب التاريخ فينا ممن لا يستطيعون توضيح تاريخنا وتراثنا الأدبي العظيم لهذا الجمهور الكردي. هذا هو سؤالي التالي أستاذ أيها الباحث نعم. حبذا لو تتحدث قليلا عن قوة وعراقة اللغة الكردية، بما أنك متخصص في اللغة البهلوية الكردية. نعم، اللغة الكردية هي استمرارية للغة البهلوية القديمة، استمرارية. طبعا اللغة البهلوية القديمة كانت لغة الدولة الساسانية والدولة الأشكانية ولغة 3 أديان، الزردشتية والمانوية والمزدكية. لو جلس الكردي ليقرأ نصا بهلويا، أي نص بهلوي، فسيكتشف ببساطة العلاقة الوطيدة بين لغته وهذه اللغة القديمة التي انحدرت منها اللغة الكردية. فلو عرف الكردي هذه الحقائق وعرف أن لغته التي يتكلمه اليوم هو استمرار للغة الدربار، البلاط الساساني والبلاط الأشكاني والشاهنشاهات والملوك القدماء، وحضارة ترجع إلى ما قبل 3000 سنة، ولو عرف أن هناك أيضا ربط قوي بين اللغة الكردية واللغة الميتانية والهورية القديمة أيضا، فسعندها ولو قرأ الكردي تاريخه المكتوب باللغة الكردية، النصوص الكردية القديمة من أشعار، وكذلك هناك كتاب ديني الكرد لا يعرفون عنه شيئا أو لا يهتمون به، وهو كتاب مثل كتاب السرنجام، لغة ولهجة الجوران الكردية التي كتب بها كتابهم المقدس المليء بالتاريخ الكردي. يعني ما في حجة للروجافي عشان هو بيتكلم كرمانجي انه ما بيهتم بالتاريخ العظيم للكرد اللي مكتوب عند الكرد الجوران في كتاب مثل كتاب السرنجام مثلا على سبيل المثال. ما هو هذا كمان تراثك زي ما هو تراثه، زي ما أنا ككالهري مختلط مع الجوراني. التراث الكرمانجي بأكمله هو ملك حقيقي وملك موروث لي، أشعار ملاي جزيري، أشعار أحمدي خاني، مموزيم، هذا ملك لي. كذلك الكردي مثلا في روجافا أو باكور ممن يتكلمون الكرمانجية، التراث الكردي في كل بقعة في كردستان هو ملك مشروع وصرف له. فيا حبذا لو يطلع على ثقافة وكتابات القديمة لباقي إخوته الكرد، هذا ممكن أن يعني لو نقرأ السرنجام، والله أنا بقرأ السرنجام يعني أكتشف تاريخ. يعني هذا الكتاب مكتوب أقدم نصوص فيه مكتوبة في زمن يسمونه بهلول دانا في العصر العباسي، يعني كتاب بلش يكتبون فيه في العصر العباسي، ثم يمتد الزمن وتملأ بالكتابات والأشعار إلى ما قبل 500 سنة. كتاب رائع فيه تاريخ وفيه عادات وتراث كردي عظيم. لو الكردي في كل أنحاء العالم مثلا عرف هذه الأشياء وقرأ هذه الأشياء، وكانت هناك صفحات على التيك توك والفيسبوك وغيرها وقنواتنا الإعلامية تنشر هذا، فهو أوتوماتيكيا سيشعر بالفخر، وإذا شعر بالفخر فإنه سيولي اهتمامه للغته الأم الكردية. هذا جوابي على هذا السؤال. يجب أن نزود الكردي، الشخص الكردي البسيط، بما يجعله يفتخر
بتاريخه وبتراثه لكي يفتخر بحاضره. وهو اوريدي الكردي بصراحة يفتخر أصلا حتى لو لم يكن عنده يعرف شيئا عن التاريخ، حتى لو لم يعرف، لأن الكردي في الأصل قبلي، والإنسان القبلي الذي يحمل اسم عشيرته وقبيلته يستنكف أو يأنف أن يترك لسانه، يأنف. الكردي في كل مكان من بقاع كردستان يفتخر بقبيلته وعائلته وعشيرته ولغتهم، لهذا من الصعب أن يترك لسانه إلا إذا كان تحت ظروف قاضية. ظروف قاضية مثل إيش؟ راح عاش طول عمره أبا عن جد بدمشق ولا ببغداد ولا بحلب، الكل اللي حواليه عرب، عاش أجيال، طبعا راح يترك شوية شوية، راح ينسى لغته، لكن لا يزال قلبه ينبض بالكردية لأنه اسم عائلته كردية. أما الكرد اللي يعيشون في مناطقهم، في روجافا، في روجاوات، في جنوب كردستان، في شمال كردستان، فهم already يفتخرون بلغتهم والتحدث بها، حتى لو أدخلوا بعض العرمات، لأنهم قبائل عشائر، والشخص القبلي والعشائري يفتخر بأصله وفصله ولغته ولا يتنازل عنها بسهولة. وهذا الشيء هو الذي حمى الأكراد طوال التاريخ من الذوبان في الأمم القوية المحيطة بهم. يعني نعرف الأناضوليين بأكملهم تحولوا إلى ترك خلال أقل من 300 سنة. هؤلاء الأناضوليين الذين كانوا يتحدثون بالإغريقية وباليونانية وبلغات أناضولية تحولوا إلى ترك، ما أن جاء السلاجقة والعثمانيين نسوا لغاتهم. ترى أنتم يمكن ما تعرفون، اسطنبول مدينة إغريقية بيزنطية، الساحل التركي بأكمله من الغرب هذا يونانيين، تلاقيهم حتى أشكالهم بيض وعيونهم زرقاء وشعرهم أصفر، لكنهم لا يعرفون غير التركية، لكن أصولهم يونانية. الأذربيجانيين تحولوا إلى ترك بعد أن كانوا شعبا إيرانيا آريائيا يشبه الشعب الكردي. الكرد لم يذوبوا قط. انتوا عبالكم يعني هذه مناطق بدليس، مناطق بوتان، في فترة كانت كلها مناطق كانت خاضعة لدولة القراقوينلو وللسلاجقة، لكن الكرد لم يذوبوا قط. رجلات كردستان بأكمله كانت تحت حكم السلاجقة، بل هناك أدلة كثيرة على أن الترك الغز الذين هجروا مع السلاجقة واستوطنوا جبال زاغروس في كردستان تركوا التركية وأصبحوا يتكلمون الكردية واستكردوا. أرمن تركوا الأرمنية واستكردوا. سريان تركوا السريانية واستكردوا. الكرد شعب قبلي قوي مقاتل فخور، لن يأتي بسهولة ويترك أصله وفصله ليتبنى لغة غريبة. إلا بعض الكرد الذين يذهبون إلى المدن الكبرى حواليهم نراهم بعد بضعة أجيال يتركون لغتهم، ولكن حتى هؤلاء في الغالب لا يتركون أصولهم. ومن يترك أصله الكردي، نحن في كردستان الجنوبية نسميه زولا كرد. زولا كرد، زول باللغة الكردية يعني عديم النسب، النغل. وهذا الشخص الذي يترك قوميته ولغته معاندا يعني قاصدا، لا أحد سيزوجه بنتا ولا أحد سيتزوج من بناته، لا أحد سيحترمه في بلاده الأصلية في مدينته الأصلية التي هاجر منها، ولا أحد حتى سيقول له سلام عليكم. هذه هي قوة اللغة الكردية والقومية الكردية والروح القبلية الكردية، وهذه حقائق أنتم تعرفونها وتشاهدونها. أي كردي معاندا قاصدا يترك أصله، الكرد أوتوماتيكيا يسمونه زولا كرد. لا أعرف ماذا تسمونه في مناطق الكرمانج، مناطقكم الكرمانجية. بيجي. إيش تسمونه؟ بيجي. بيجي. يعني يعني تسمونه بيجي كرد، احنا نقول زولا كرد.